ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. شرعت سورة البقرة في الحديث عن جانب من دستور الأسرة وقانون الجماعة الصغيرة التي يقوم عليها المجتمع المسلم، والتي أحاطها الإسلام برعاية واهتمام، وأخذ في تنظيمها وتطهيرها من فوضى الجاهلية. وكانت البداية مع قضية الزواج، لأنه نواة المجتمع، لذا جعل الإسلام أساس الاختيار في الزواج هو التدين السليم والخلق القويم، ولا يتأتى ذلك إلا باختيار الزوج والزوجة بناء على إسلامه وخلقه. فقال الله تعالى محذرا: لا تتزوجوا بالمشركات من غير أهل الكتاب حتى يؤمن بالله واليوم الآخر، ولأمة مؤمنة خير وأفضل من حرة مشركة ولو أعجبتك بمالها وجمالها وحسبها ونسبها وسائر مواصفاتها. وكذلك لا تزوجوا بناتكم من المشركين وثنيين كانوا أم أهل كتاب حتى يؤمنوا ولو قمتم بتزويجهن من عبد مؤمن خير لكم من تزويجهن من حر مشرك مهما أعجبكم هذا الحر في حسبه ونسبه وجماله. والسر في التحريم أن الأزواج المشركين سيؤثرون على من يعاشرونهم قطعا، فيدعون غيرهم بأقوالهم أو أفعالهم إلى الشر، والشر سيقودهم إلى النار، فليس لهم دين يردعهم ولا كتاب يهديهم. أما الله تعالى فهو يريد بكم الخير ويدعوكم إلى الأعمال الصالحة التي توصلكم إلى الجنة ومغفرة الذنوب بإذن الله تعالى وفضله. والله تعالى إنما يبين للناس حججه وأدلته ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر وبين الخبيث والطيب.